قبل ما نبدأ خليني أقولك إن الشخص اللي جاي في طريقك ده مش مجرد شخص عادي ولا مرور الكرام في حياتك. في طاقة قوية جدا بتقرب منك وبقالها فترة بتتجمع حواليكي، والنهاردة هكشف ليكي مين هو. شكله، مواصفاته، وايه اللي بيخليه دخل حياتك، يعني ايه اللي دخله حياتك دلوقتي بالذات، يعني دون عن اي وقت تاني. طبعا كل التوقيتات دي بايد ربنا اكيد يعني، بس يعني احنا برضو هنشوف اشمعنى الوقت ده اللي دخل فيه حياتك. كمان دلوقتي هنفتح الكروت وهقول لك كل التفاصيل زي ما قلت لك، شكله ومواصفاته وطاقته وشغله، يعني اكتر حاجه بتميزه، يعني كل المواصفات اللي هتطلع قدامنا ان شاء الله هقولها لك. عايزاكي بس تركزي معايا، ولو حسيتي ان الكلام ده ليكي او الاول شوفي طاقتك، هقول لك الطاقه بتاعتك عشان لو الطاقه منطبقه يبقى القرايه دي ليكي. لو القرايه او حسيتي ان الطاقه مش طاقتك ودي مش حالتك، يبقى شوفي الاختيار التاني. هنبتدي معانا دلوقتي مجموعتين. المجموعه الاولى هتبقى بالحروف دي، حروفك انت، حروف اسمك انت، لان احنا لسه مش عارفين مين الشخص اللي جايلك في طريقك. دي المجموعه الاولى ودي اول حرف من اسمك انت. تمام، دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه اول حرف من اسمك برضه، اول حرف من اسمك. معانا اهو مجموعتين، دي للحروف للناس اللي بتطلب حروف، او بالاختيارات بقى هنعملها المره دي بقى مش باحجار، هنعملها بخواتم عشان يعني خاتم الخطوبه او الجواز اللي جاي بيه. اول مجموعه هتبقى بالخاتم الاحمر، الخاتم ده، والمجموعه الثانيه هتبقى بالخاتم الاخضر، شايفينه. اختاروا بقى خاتم من دول او بالحروف. هديكوا ثواني تختاروا ونبتدي القرايه على طول ان شاء الله. يلا هنبتدي باللي اختاروا الخاتم الاحمر. المجموعه او الحروف دي اول حرف من اسمك. هحط لكم، هحاول احط الحروف هنا قريب عشان تبان. واخلي القرايه التانية على جنب هنا. هنبتدي، يلا بسم الله. اول حاجه هاخد طاقتك انتي او طاقه الشخص اللي بيشاهد الفيديو، سواء بنت او شاب يعني او راجل. طاقتكم انتوا دلوقتي في الوقت الحالي ايه، في اللحظه دي؟ والله طاقه حلوه، انتوا يعني عندكم رغبه في بدايه جديده، رغبه في تحرر. ممكن تكونوا بادئين شغل جديد او بادئين يعني دراسه جديده، هوايه جديده، بتلعبوا رياضه، عندكم طاقه ايجابيه، او انتم يعني مستعدين ان انتوا تدخلوا علاقه جديده. تخلصتوا بقى من ضغوطات الماضي ومخاوف الماضي واي حاجه حصلت لكم في السابق، انتوا بتحاولوا تعملوا موف اون منها وتبداوا بدايه جديده فعلا. دي طاقتكم دلوقتي. طيب خليها على جنب هنا. طاقه الشخص اللي داخل حياتكم ان شاء الله طاقته ايه؟ والله الشخص دوت يعني ممكن يكون بيبص عليكم اصلا، بقاله فترة بيراقبكم. ممكن يكون في اختلافات ما بينكم وبين بعض، او في بعد مسافات، يمكن هو مسافر او هو في يعني بيراقبكم على الانترنت اكتر، يعني انتوا من جنسية وهو من جنسية، انتوا من بلد وهو من بلد، في اختلاف ما بينك وما بينه. الشخص ده يعني بيبص لكم ومستني الوقت المناسب اللي هيقرب فيه. طاقته طاقة نارية، شخص منطلق، طموح، بيحب يسافر، يمكن شغله يعني بيستدعي ان هو ينتقل كتير او يسافر كتير. الشخص ده حد يعني ناجح جدا وعنده طموح انه يبقى افضل واحسن واكتف، يعني بيحب الحركة وبيحب النشاط. وهو دلوقتي ممكن يكون مسافر وبيراقبكم على الانترنت او مستني ان هو يرجع علشان يقرب منكم. في طاقة انتظار عنده هنا. طيب هنشوف مواصفات الشخص ده ايه، يعني شكله، شغله، اكتر حاجة بتميزه، نسبة التوافق ما بينك وما بينه، ليه قابلتيه في الوقت دوت او الوقت اللي هتقابليه فيه، يعني ليه قابلتيه في الوقت ده بالذات. هنعرف. بسم الله.
نبتدي بقى، يلا القراية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، الشخص ده يعني مواصفاته الشكلية هو حد جذاب جدا، جميل الشكل وجميل الطلة، يعني كمان جسمه رياضي، مش مليان قوي ولا هو رفيع قوي، جسمه مظبوط، طويل، شعره يعني شوية كيرلي، مدي على بني شوية، يعني فاتح شوية مش غامق. وكمان الشخص دوت اسمر شويه، يعني قمحي، يعني بشرته مش بيضة قوي، يعني قمحي كده، مش اسود قوي يعني، بس يعني بيميل للسمار. الشخص ده كمان من مواصفاته الشكليه ان هو يعني ما يعني مش ملوش لحية، او ما يعني وشه ما اللحية بتاعته خفيفة جدا، يعني مش كثيف في اللحية يعني. من صفاته كمان الشكلية ان هو شخص بيحب يلبس سبور، يعني ما بيميل اكتر لللبس اللي هو الكاجوال، ما بيحبش اللبس الفورمال قوي، بيحب الحاجات العصرية او الموضة، الحاجات اللي هي يعني ايه بيرتاح فيها اكتر، بيقدر يتحرك براحته اكتر. فهو لبسه هو شيك بس يعني كاجوال، بيميل لللبس الكاجوال اكتر، وبشرته تميل للسمار، وجسمه رياضي يعني بيلعب رياضي، وحد اتراكتيف قوي يعني. انتوا اول ما هتشوفوه هتحسوا يعني إن ايوه هو ده اللي انا الستايل اللي بيعجبني، هو ده التايب اللي انا عايزاه في حياتي. اول ما هتشوفوه هتعجبوا بيه على طول، لان هو اساسا الشخص ده جذاب يعني. طيب، شغله بيشتغل ايه، او ايه الوظيفة اللي ممكن يكون بيشتغلها؟ الشخص ده وظيفته يعني يعني تتعلق بالكلام، ممكن يكون مدرس، او دكتور في الجامعة، او هو مثلا حد محامي، او يعني بيتعامل مع الناس، خدمة عملاء، حاجة زي كده يعني، علاقات عامة. شغله ليه علاقة بالكوميونيكيشن، بالتواصل مع الناس، بيتواصل مع ناس كتير، ويمكن علشان كده هو شخصية جذابة، يعني بيلفت يعني أنظار الناس جدا ليه. يعني مستقر ماديا جدا، يعني شغله دوت بيجيب له عائد مادي كويس قوي. ممكن كمان اللقاء ما بينكم وما بين بعض يكون في العمل بتاعه. أول لقاء ليكم هتكون يا إما هو حد جديد هيجيلك لمكان عملك اشتغل معاك، ممكن بالاكتر يكون مدير، لان هو يعني البوزيشن بتاعه عالي، او انت هتروح له لمكان شغله، يعني لو هو مثلا محامي انت هتروح له علشان تستشيره في استشارة قانونية، او هتروح له مثلا البنك، هو بيشتغل في البنك، حاجة زي كده يعني. شغله ليه علاقة بالتواصل مع الناس زي ما قلت، وكمان هو مركزه كبير، يعني هو في مكانة مدير مثلا او حاجة زي كده، يعني هيبقى اعلى منك في البوزيشن. وقصة الحب بتاعتكم دي هتنشأ في مكان العمل بتاعه. والشخص ده يعني اتراكتيف اول درجة ان انت يعني اول ما هتشوفه مش هتقدر تطلعه من دماغك. وهو كمان اول ما هيشوفك هيحس برغبة فظيعة تجاهك، انه عاوز يكتشفك، عاوز يعرف انت مين، يعني جيت ازاي بقى ليه، وايه الصدفة الحلوة اللي جمعتك بيه دي، يعني هيبقى عايز يكتشف شخصيتك، يعرف انت بتحب ايه، بتكره ايه. مواصفاتك الشكلية هتعجبه جدا شكلا، هتلفت نظره قوي. انتوا الاتنين هيحصل ما بينكم زي كيمياء كده رهيبة، وتناغم في الافكار وفي الشكل، من اول ما هتتقابلوا، اول ما هتقعدوا مع بعض، من اول لحظة كده هتتكلموا فيها مع بعض، كل واحد فيكم هيحس ان هو مشدود جدا للتاني، شكلا وروحا وعاطفة وكل شيء. في حاجة انتوا هتستغربوها انتوا الاتنين، يعني الشخص ده من النوع اللي ما بيتكلمش يعني مع اي حد. صحيح في نطاق عمله بيتكلم مع كل الناس، لكن ما بيقربش عاطفيا من اي حد. دايما كلامه فورمال شوية، في اطار العمل وبس، لكن معاك انت هيحس ان هو على راحته، هيتفاجئ بنفسه ان هو ازاي كده مشدود لك قوي كده، ازاي هو على راحته قوي كده معاك. لقائكم ببعض ده هيكون لقاء مميز، يعني اول مرة هتقابلوا بعض فيها هيكون في اطار عمل، لكن المفروض ان يبقى الكلام بينكم وبين بعض فورمال يعني او رسمي، بس انتوا هتلاقوا نفسكم يعني ارتحتوا لبعض قوي في الكلام، ولدرجة ان انت وهو هتبقوا مستغربين يعني.
طيب اكتر حاجة بتميز الشخص ده ايه؟ الشخص ده حد مفكر قوي وعاطفي جدا، بس يعني مش من النوع اللي بيتكلم عن مشاعره كتير. يعني ممكن يتكلم معاك في اي حاجة في الدنيا، لكن تيجي عند مشاعره وتلاقيه متحفظ شوية، برغم ان هو مشاعره عميقة جدا. ولما بيحب حب حقيقي، يعني بيحب من قلبه. بس هو من النوع اللي يعني ايه، اللي بيحب ياخد وقته يفكر، مش متسرع في العاطفة، بيختبر مشاعره أكتر من مرة. شخص عاطفي جدا. وأكتر حاجة بتميزه كمان إن هو شخص دمه خفيف، بيحب الهزار، بيحب الخروج الفسح، اكتف قوي، يعني بيحب الحركة والنشاط، مش كسول ولا ملول. بس شوية ساعات بيجيله كده لحظات بيبقى حابب يقعد فيها لوحده، لكن معظم الوقت هو شخص اكتف قوي، بيتحرك كتير وبيسافر وبيروح وبيجي وبينط، يعني حد كده مبهج ومتفائل جدا، يعني مش شخصية تشاؤمية خالص. طيب انت ليه هتقابل الشخص دوت في الوقت اللي انت هتقابله فيه ده بالذات؟ يعني اشمعنى الوقت ده؟ ده علشان انت محتاج انك ترجع لك الثقة في نفسك. الشخص ده هيعيد ثقتك في الجنس الآخر، ثقتك في نفسك. هو ده الوقت اللي انت محتاجه فعلا. يمكن علشان انت كمان هنا في طاقتك انت حابب البداية الجديدة، وعايز يعني تدخل تسيب الماضي وراك وتدخل في حياة جديدة. الشخص ده هيساعدك على كده. ليه؟ بطاقته الفايري دي، الطاقة الاكتف، او الطاقة اللي هي كلها حركة ونشاط وحب للحياة وتفاؤل. هو هيعمل لك شفاء. الشخص ده هيدخل يغيرك، يرجع لك ثقتك في نفسك، يحسسك ان الدنيا لسه فيها ناس كويسة، لسه فيها خير. فانت هتقابله في الوقت ده بالذات علشان يعمل لك شفاء لروحك، ويرجع لك ثقتك في نفسك، ويحببك في الحياة تاني. طيب هل ايه نسبة التوافق ما بينكم وما بين بعض؟ نسبة التوافق ما بينكم وما بين بعض في الأول هيبقى فيها شوية قلق وتردد، ده منك انت. ليه؟ علشان انت ممكن في السابق يعني فتحت قلبك قوي، اديت قوي مشاعر واتخذلت. فانت هيبقى عندك زي تراست ايشوز كده، يعني أزمة في ان انت تثق في الجنس الآخر. فهتبقى في الأول متخوف وحاسس ان هو غريب شوية، ايه ده الشخص دوت، يعني انا ارتحت له قوي، انا اتشدت له قوي، هو خد عليا قوي. طب لا يكون شخص سام زي اللي قبله، لا يكون شخص نرجسي، لا يكون شخص عايز يهزر ويقضي وقت وخلاص. هيبقى عندك شوية قلق منه، ومش هتبقى منفتح قوي معاه. لكن نسبة التوافق ما بينكم وبين بعض عالية جدا. الفور اوف واند هنا طاقة البيت، السعادة، الارتياح. كل واحد فيكم هيحس ان هو يعني الجزء التاني يعني من الاخر، اكنك حتة منه، او هو ده شريكك الحقيقي اللي انت كنت بتدور عليه طول حياتك. فنسبة التوافق ما بينكم مع مرور الوقت هتكتشف انها نسبة عالية جدا. الشخص ده كمان من النوع اللي ما بيحكمش على الآخرين. يعني الشخص دوت عنده ضمير، مش جادجمنتال، يعني مش من النوع اللي بيشوف حد مثلا هدومه مش حلوة قوي فيقول لك ده تلاقيه بقى فقير، ده تلاقيه مش قوي. يعني ما بيحكمش على الناس بمعنى أصح، ولا بالمظاهر ولا بأي حاجة. هو يعني شخص عنده ضمير جدا، شخص يعني ما بيحبش يعمل حاجة وحشة في حد عشان ما تتردلوش. دي من اكتر الصفات اللي بتميزه. كمان الشخص ده يعني كلامه بيغير في الناس، بيديهم الناس بتقف كده قدامه وهو بيتكلم، بيحسوا ان ايه ده كلامه غريب قوي، يعني بيبقى اتنشن كده، الناس بتبقى منتبهه له قوي وهو بيتكلم. شخص دمه خفيف، بيحب الهزار والمرح. اول لقاء بينكم وبين بعض هيبعت لك فيها رسالة، يعني بعد ما تاخدوا ارقام بعض يعني وخلاص وتتعرفوا على بعض، هو اللي هيبتدي باول رسالة، هو اللي هيبعتها لك. اتمنى تكون القرايه عجبتكم، ولو انطبقت معاكم يا ريت تقولوا لي في التعليقات اسم الشخص دوت، او حتى اول حرف من اسمه. يعني حاسين ان القرايه دي متوافقه معاكم قد ايه؟ عرفوني في التعليقات، وخليكم معانا لاخر الفيديو عشان في رسائل هنسحبها لكم زي نصايح ليكم كده ان شاء الله في اخر الفيديو. نبتدي بقى نروح للمجموعه الثانيه.
لو انطبقت القرايه دي معاكم اصحاب المجموعه. انا ما قلتش الابراج، ثانيه واحده علشان انا ما قلتش الابراج. فهنبتدي نقول الابراج. هنا برج السرطان، برج الحمل، معانا كمان برج الجدي، برج الثور، برج الحمل تاني، الجدي تاني، الجوزاء، الاسد وبقوه، الاسد مرتين، والقوس برضو موجود. ممكن يكون برجك او برج الشخص اللي جاي في طريقك ان شاء الله. هنبتدي بقى نروح المجموعة التانية اللي اختاروا الخاتم الاخضر او اول حرف من اسمهم الحروف دي. الخاتم او الحروف دي. اللي يعني مش عاوز وقت تفنيط الورق وكده ممكن يجري الفيديو عادي. هنشوف بقى صفات الشخص اللي جايلك في طريقك، بيشتغل ايه، اكتر حاجة بتميزه، صفاته الشكلية، امتى تقابله ان شاء الله او هتقابله ازاي، وليه هتقابله في الوقت ده تحديدا، ونسبة التوافق ما بينك وما بينه هتبقى قد ايه ان شاء الله. صفوا نيتكم. اول حاجة هناخد طاقتكم انتم، الطاقة بتاعت اصحاب القراية التانية دلوقتي ايه. انتوا في وضع واخدين عاملين زي هولد كده، عاملين استراحة، بتحاولوا تشتغلوا على نفسكم، على ثباتكم الانفعالي، على استشفائكم. يعني انتوا بتتحدوا الظروف اللي حواليكم. يمكن انت خارج من علاقة وبتتحدى الشخص دوت وبتحاول تقف على رجليك تاني، بتحاول تتوازن، عايز تقف لنفسك، مش عايز ترضى بوضع وحش في حياتك، او ممكن تكون تعرضت لعلاقة في الماضي وانت خرجت منها يعني بأعجوبة، ودلوقتي انت بتحاول تشتغل على نفسك، بتلعب رياضة، بتغير من شكلك، بتدافع عن كرامتك، واخد موقف وبتقول انا اولا، انا اديت كتير ودلوقتي جه وقتي انا ان انا اخد موقف لنفسي واقف لنفسي واركز على مستقبلي وعلى حياتي. فانت في طاقة حلوة، طاقة بتحاول تتوازن وبتحاول تشتغل على نفسك. طيب طاقة الشخص اللي جاي لك في طريقك بقى ان شاء الله ده طاقته ايه؟ الشخص ده شخص هو كمان برضو شخص ناجح قوي، مستقر جدا ماديا وعمليا، هو كمان برضو بيلعب رياضة واضح كده، او هو حد مرن جدا شكلا وطباعا ومبهج، شخصية مبهجة كده. يعني ممكن يكون الشخص دوت يعني هتقابله في حفلة، هتقابله في مناسبة. الشخص دوت يعني من الناس اللي هي متفائلة قوي وبتحب الحياة، وهيساعدك في الطاقة بتاعتك دي. يعني طاقتك دي انت فعلا محتاج شخص زي ده. انتوا الاتنين في طاقة حلوة، انت بتحاول تقف على رجلك تاني، بتحاول ترجع لنفسك، ثقتك في نفسك تاني تكتسبها من اول وجديد، وهو كمان يعني طاقة حلوة قوي، طاقة استقرار، طاقة ثبات، تفاؤل. هنشوف طيب ايه صفاته وهتقابله ازاي ان شاء الله، تشتغل ايه، شكله ايه، نسبة التوافق ما بينكم وكل حاجة عنه. بسم الله.
طيب اول حاجه الشخص ده اللي جاي في طريقك ان شاء الله، ايه صفاته الشكليه؟ صفاته الشكليه يعني اولا هو جسمه يعني صغير، يعني مش طويل قوي، ويميل للرفع شويه، شبابي قوي يعني، طاقته شبابيه. بس الشخص ده ممكن يكون يعني شوية متحفظ، مش اجتماعي، ده بسبب ان هو يعني خارج من أزمة نفسية، وهو بس هو تخطاها وسابها وجدد من نفسه وكل حاجة، لكن هو متحفظ شوية شكلا، حلو وجميل وكل حاجة، بس انت يعني ايه، هتحس ان هو ملامحه شوية حزينة، او في عينيه فيها لمحة حزن كده، عنده عدم ثقة شوية، ما بيثقش بسهولة في الناس، ده بسبب ان هو اتغدر بيه في الماضي يعني. لكن هو من النوع المتجدد، بيحب دايما يجدد شكله، يعني دايما في شكله ولبسه ما بيثبتش على ستايل واحد. يعني النهاردة تقابله لابس فورمال، بدلة وكرافات وكده، وبعديها بيومين تلاقيه لابس شورت وتيشيرت عادي جدا. هو على حسب موده وعلى حسب مزاجه، هو ما بيتقيدش بحاجة بلبس معين، هو من النوع اللي بيحب التغيير وبيحب التجديد في شكله. النهاردة قصص شعره، بكرة هيطول شعره، النهاردة حالق دقنه، بكرة هيطول دقنه كده يعني. هو مش من النوع اللي بيثبت على ستايل واحد في اللبس او في الشكل. شكله اتراكتيف قوي، ومن النوع اللي ملامح وشه طيبة، ويعني ابتسامته حلوة كده، يعني تحب تبص على ابتسامته كده وتشوف وشه بشوش رغم الحزن اللي في عينه، بس هو دايما لما يقابل الناس يقابلهم بابتسامة هادية كده. مواصفاته الشكلية كمان، شعره يعني اسود غامق، ولو بنت فهي شعرها طويل واسود برضو، جسمها رياضي جدا، دي لو بنت. لو راجل زي ما قلنا كده، يعني هو بشرته يعني بتميل للفاتح، للبشرة الفاتحة، وشعره ناعم واسود، ويعني اللحية بتاعته خفيفة، مش طويل قوي، يعني بيميل للقصر شوية، وجسمه يعني مش ممتلئ، يعني جسمه صغير شوية. طيب ده شكلا. من ناحية العمل بتاعه بقى، شغله ليه علاقة بإيه؟ شغله ليه علاقة بالمحكمة، ممكن يكون محامي أو نيابة، حاجة زي كده يعني، بيدافع عن المظلومين، بيجيب حقوق الناس. هو حد كمان مستقر ماديا جدا، يعني هو ممكن يكون من أسرة غنية أصلا. في كل الأحوال الشخص ده يعني مستقر ماديا قوي. زي ما قلت كده، شغله ليه علاقة بحاجة بتخص العدالة، البوليس، الجيش، المحكمة، القضاء، حاجة زي كده. والشخص ده على طول مشغول، يعني مشغول كتير، يعني وقت العمل بتاعه بياخد منه وقت كتير، يعني ممكن يشتغل فترة الصبح ويرجع تاني شغل بالليل. يعني لو هو محامي مثلا، يعني هو بيشتغل الصبح في المحكمة، وبالليل بيروح المكتب بتاعه مثلا، يعني عنده حاجتين وبيوازن ما بينهم، فعشان كده شغله بياخد منه وقت كتير. طيب اكتر صفة بتميز الشخص ده العدالة. الشخص ده اكيد بيشتغل في حاجة بتخص القضاء. الشخص ده مش متسرع ابدا، شخص عاقل جدا، متزن، بيحب دايما العدل، وبيحب يجيب حق المظلومين. دي اكتر حاجة بتميزه، ان شخص حقاني، بيكره الظلم، وبيكره الناس اللي هي الطبقية، او الناس اللي هي بتتعامل بتكبر. بيكره هو الظلم عموما، بيحب الاعتدال في كل شيء. هو شخص متوازن جدا، وشخص بيحب يجيب حقوق الناس زي ما قلت لكم. وشجاع جدا، بيحب يعبر عن رأيه ويقول رأيه، ما بيخافش ان هو يقول كلمة الحق لو على رقبته يعني. صفاته حلوة. طيب هو الشخص دوت هيقابلك فين او ازاي؟ الشخص دوت هيبقى فيه بينك وبينه ارتباط وزواج ان شاء الله بإذن الله، وهيبقى فيه تفاهم كبير جدا ما بينك وما بينه. طب
الشخص ده هتقابله ممكن يكون في حفلة او تجمع، يعني مكان فيه ناس كتير، ممكن يكون فرح، هتقابله في فرح مثلا حد من قرايبك او حد من اصدقائك، وهيلفت نظرك قوي شكله، ستايل لبسه، جسمه، ملامح وشه هتعجبك قوي، وانت انتوا الاتنين هتنجذبوا لبعض. بس يمكن انت مش هتنجذب له قوي او مش هتاخد بالك منه قوي في اول اللقاء، هو اللي هيلاحظك وهو اللي هيقرب او هيسأل عنك، هيحاول يجمع معلومات الاول عنك. فالمقابلة هتكون فين؟ المقابلة دي هتكون زي ما قلت كده، يا اما في رحلة او في فرح حد من العيلة او من الاصدقاء، او عيد ميلاد، حاجة زي كده، مناسبة يعني، في مناسبة او عائلية او تبع الاصدقاء هتتقابلوا فيها، وهو هيلاحظك وهيتشدلك جدا، وهيتشد للبسك، شكلك، غموضك كده، انت هيحس انت شخص غامض كده وشخص مختلف عن كل اللي موجودين في المكان. انت هتلاحظه بعدين، يعني مش هتاخد بالك منه على طول، ممكن تلاحظ نظراته كده ان حد مركز معاك، حد بيبص عليك كتير، فانت هتاخد بالك منه، هيلفت نظرك في الاول، بس انت يعني عادي مش هتاخد الموضوع قوي، مش هتركز، مش هتاخد الموضوع بتركيز جامد. لكن بعد كده هيحصل، يعني هيجمع معلومات عنك، هيحاول يتقرب منك، يمكن هيسأل عليك أصدقاء مشتركين، هيحاول يجيب طريقة يعني الأكاونتات بتاعتك يدخل يبص عليها، يبعت لك مسج أو فولو، يعني هيحاول يقرب منك بس بالراحة، يعني واحدة واحدة، لأن الشخص ده ما بيحبش يعني إيه التسرع، ما بيحبش الهجوم على حد، بيحب يكون يعني ايه مالي مركزه كده، ومتأكد من كل خطوة، واثق ان هي هتجيب نتيجة صح. ليه هتقابل الشخص ده في الوقت ده بالذات؟ الوقت ده انت يعني هتكون فيه روحانيتك عالية قوي، واحساسك عالي جدا، ممكن هتشوف احلام بالشخص دوت، او هتحلم ان انت قابلت حد بمواصفات الشخص دوت، فالشخص ده هيكون نتيجة حلم انت او تفسير لحلم انت حلمته في المنام، شفت واحد زي دوت، او جات لك رؤية، او جات لك اشارة في الحلم ان انت في شخص هيتقرب منك او حاجة زي كده، ده هو هيكون تفسير للحلم ده. والشخص ده كمان يعني هيجي يشعل الشغف في قلبك من اول وجديد، يمكن انت انطفيت دلوقتي وبتحاول تركز على شغلك وتركز وسايب العاطفة على جنب، وبتقول انا هركز على صحتي، هركز على نفسي، على نجاحي، وشغفك للعاطفة وللعلاقات انطفى شوية. الشخص ده هيجي يرجع لك الشغف ده تاني، هيدخل حياتك في الوقت ده بالذات علشان يعيد الشغف لحياتك تاني، ويحببك في العلاقات الحب تاني، وهيكون تفسير لرؤية انت هتشوفها ان شاء الله بإذن الله. طب نسبة التوافق ما بينك وما بين الشخص ده نسبة توافق عالية جدا جدا جدا، انتوا من الاتنين لما ان شاء الله هيحصل زواج وارتباط ما بينك وما بين الشخص ده، يعني انت هتكون سعيد جدا معاه، وفي حب متبادل هيغرقكم انتوا الاتنين، يعني كاس الحب اهو نازل عليهم هما الاتنين، وهما الاتنين مبسوطين وفرحانين ببعض قوي. انتوا فعلا هتبقى العلاقة دي، هتبقوا اصدقاء، هتبقوا حبايب، هتبقوا زوجين، العلاقة دي هتبقى فيها توافق من كل الجهات، وانت هتبقى مشدود له جدا وهو هيبقى مشدود لك جدا، وهتبقى عاجبه قوي من ناحية الشكل ومن الجسد، والعلاقة بينكم هتبقى فايري خالص، يعني هتبقى دايما فيها تجديد، ما فيهاش ملل نهائيا. الشخص ده بشخصيته قوية قوي، من مميزاته انه شخصية قوية وحقاني جدا، شخص هيعيد الحياة ليك تاني في العلاقات وفي الحب، شخص عايز استقرار وزواج وارتباط حقيقي، شخص يعني مستقر، مش هوائي او متقلب. ففي كمان رسائل حلوة حب هتوصلك من الشخص ده. اتمنى القرايه تكون عجبتكم، واكتبوا لي في التعليقات بقى، يعني لو القرايه دي انطبقت معاكم او حسيتوا ان الشخص ده بدأ يقرب منكم او حاجه زي كده، اكتبوا لي في التعليقات. اشكركم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب وتقولوا لي رايكم في التعليقات. شكرا.